صحيت من النوم نفسي رايحه لحاجه من الفرن، فقلت هعمل قشطه الافران. عملتها وحشيتها عجوه وملبن، وكمان عملت منها الساده. عايزه اقول لكم ان هي طيعه وهشه جدا وريحتها كانت حلوه جدا. تعالوا نشوف الطريقه ايه ونحضرها سوا. ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتركي في القناه وما تنسيش تعملي الفيديو ده سيف. بصي حلوه جدا. اول حاجه انا جبت 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدام، جبت معلقه من السكر، حطيت عليها معلقه كبيره من الخميره وشويه من الميه الدافيه وسيبتهم على جنب علشان اتاكد من تفاعل الخميره بتاعتي. بعدين هنزل برشه بسيطه من الملح، معلقه من السكر، معلقه صغيره من بيكنج باودر، وهبتدي اوزع كل المواد الجافه كده كلها مع بعض. وبعدين هنزل عليهم بالظبط كوبايه الا ربع كده من الزيت، ممكن تستخدمي زيت او زبده او سمنه. وهبتدي بقى انزل بالخميره بتاعتي بعد ما اتاكدت ان هي شغاله. الخطوه دي مهمه جدا، ان انا افضل ابث العجين بالشكل ده لغايه ما احس ان هو شرب كل المواد الدهنيه اللي عندي وبقى عامل زي بالظبط الرمله. بصي هي دي الطريقه. بعدين هنزل على الدقيق ده بشويه شويه من الميه الموجوده عندي لغايه ما يتلم كله معايا. تقريبا انا عندي العجين ده او الدقيق بيشرب الميه بسرعه، فخد بالظبط كوبايه من الميه الدافيه. فضلت اعجن فيها 10 دقايق. هنا انا مش هسيبها تتخمر، بالعكس انا هسيب العجينه الاول ترتاح الاول. بعد ما عجنتها كويس ترتاح كده 10 دقايق. بعدين همسكها واعملها كور على قد حجم الليمونه بالظبط بالشكل ده. عايزه تعمليها قرص كبيره يبقى هتكبري الدايره بتاعتك. هنا كان عندي ملبن وعندي عجوه، كورتهم على قد الحجم الكوره بتاعتي. هبتدي بقى احشي كل الكور بالشكل ده. ولو انتي حابه تخليها ساده انا عملت ال3 اصناف، عملت عجوه وملبن وساده. هبتدي كده احشي واكور واحطها في الصينيه. هنا بقى بعد ما كونت كله وحشيت كله بالشكل ده هسيبها هنا بقى تتخمر نص ساعه. بعد ما بتخمر نص ساعه بندخلها الفرن، تاخد لون من تحت ومن فوق، بفتح عليها الشوايه وكمان الفرن، تاخد لون من تحت ومن فوق. واول ما طلعت كده اديت لها رشه بسيطه خالص من الزبده، ادت لها ريحه حلوه ولمعه جميله. جربي الوصفه، سهله جدا وسريعه وطعمها حلو قوي. بالهنا والشفا مقدما. باي باي.